السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا الفيديو لقاكم مزيانين وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله معايا ولا اقتراح جديد سهل وبسيط تقدري ديريه العشاء ولا الغداء. سهلتها عليك بواحد الطريقه ما كتصورش. الاقتراح ديالنا ديال اليوم اولا الفكره الغداء ولا العشاء اللي تقدري ديري اللي كتجي سهله غادي نديرو واحد بحال الشكل ديال البايله، وانما ما فيهاش زعما ما فيهاش داكشي ساهل دغيا بايبلي. كتجي رائعه بزاف واحد المذاق خرافي ما نقول لكمش. جربيها وردي عليا الخبر. تقدري ديريها بايبلي ولا ديريها بالروز الا بغيتي. المهم كيف ما كتشوفي في المقيله درت الثومه، درت الفلفله الوان، انا عندي مكونجوليا، ودرت الجلبانه اللي عندي جلبانه معلبه. الا ما كانش عندكم جلبانه معلبه خذوا الجلبانه اللي تسلقوها واحد نص سلقه باش دغيا تزربوا عليها في الطياب ما تشد لكمش الوقت. غادي نشحرهم مزيان، غادي نضيفوا عليهم الربيع هذا المعدنوس. المهم غادي نضيف عليهم هنايا الكروفيت وسميتو الكروفيت والكالامار. انا عندي ديجا كانوا مكونجيلين قربتهم. صافي هادشي اللي غادي نضيف. تقدروا تضيفوا الحوت الابيض، تقدروا تضيفوا المهم اللي بغيتو. المهم انا هادشي اللي متوفر عندي. المهم اللي درتها دغيا بالزربه. هنايا ضفت شويه ديال واحد لاصوص ديال كما تنقولوا ديال المحار ديال هادي ديال الحوت، وضفت شويه ديال صلصه الصوجا. المهم جوج معالق كبار ديال صلصه الصوجا. صافي هادشي اللي ضفت في الصوص اللي غادي ندير. المهم كان متوفر عندكم القوام ديال الحوت بتجي رائعه. انا ما عنديش قوام الحوت، اكتفيت فقط عندي ضمه ديال البنه. كانت عندي ضمه البنه ديال الكروفيت لقيتها تسالات، ما لقيتها صافي تسالات. غادي نضيف ضمه البنه ديال الزعفران الحر لانه كتعطي واحد المذاق زوين بحال مذاق الحوت تقريبا. وغادي نضيف عليها الخرقوم، وغادي نضيف البزار. صافي واحد شويه ديال السكينجبير. بالنسبه للملحه ما غاديش نديرها كثيره لانه ديجا دوك لي صوص بجوجهم فيهم الملحه، ديجا هما مالحين. هنا ضفت شويه ديال السكينجبير غير واحد شويه، والملحه راه ما كثرتش منها غير واحد شويه. غادي نضيف لاصوص طوماط هادي بحال تقولوا مطيشه محكوكه، ماشي هذه طوماطي فرتوه انما مطيشه محكوكه. صافي وغادي نحاول نشحرهم بحال هكذا. وغادي نضيف واحد جهد 4 كاس ديال الماء اللي غادي يطيبوا فيه. فهمتي؟ غادي يطيب فيه ديك الحوت وديك الخضره، مع العلم انه انا الخضره عندي ديجا تقول دغيا غادي طيب، راه ما كتشدش الوقت. وحتى نتوما درتوها دغيا الفلفله وداكشي ما كيشدوش الوقت. صافي هنا غادي نضيف جهد 3 الكيسان كبار ديال ايبلي اللي انا ديجا فزقته، غسلته وفزقته وخليته حتى تشرب مزيان وضفتوه. ما فزقتوش تقدروا تضيفوه هكذاك، راه دغيا تا هو تيطيب. ما كانش عندكم ايبلي تقدروا ديروا الروز تجي طاب الروز رائعه وديروا نفس الطريقه. انا غادي نبدا نحركها بحال هكا حتى تنشوف كي داير القوام ديالها، باش كنضيف عليها تنزيد عليها واحد شويه د الماء وكنخليه فين تيطيب ليا داك ايبلي صافي باش فين تيشرب. صافي هنايا بقيت كندير لها بحال هكا. غادي نهز ديك الطاسه اللي كانت عندي فيها لاصوص طوماط، غادي نشللها نخويها حتى هي نخويها بداك الماء صافي. وغادي نغطي عليها ونخليه حتى تيطيب لي، تنحس بداك ايبلي راه دخلو الطياب تتشرب كما تنقولوا كتشرب الماء. بنفس الطريقه للروز حتى هو شتو هكا ولات. انا حاولت هنا كما تنقولوا نتقل الفيديو باش تبان لكم راها تشربات مزيان تندير لها بالمعلقه بحال هكا. صافي كيبان لي غير ايبلي ما بقاش فيها داك الماء. صافي غادي ندوز غادي نسرحها بحال هكا من قاده. شتو كي تدير شو كي جات تدير لها بحال هكا ما لصقات ما حتى شي حاجه، كطيب على عافيه مهيله. صافي غادي ندوز ندير لها نقادها زعما ست في الوجه ديالها. وغادي ندوز ديجا انا عندي شويه ديال الكامبا غادي نصوطيها باش غادي نزوق الطبق ديالي باش نزوقهم بحال هكذا تيعطيو واحد المنظر رائع زعما بحال الشكل تاع البايله. زوقتها بالحامض. المهم تزيين اختياري غير باش المهم باش تعطي المنظر صافي. بالنسبه للمذاق كتجي رائعه بزاف. درتوها بالروز تقدروا تدخلوها ثاني واحد شويه للفران. انا باش ندخلها للفران حقاش كنمشي الحال دغيا داكشي الزربه كما تنقول لكم. ما تنبغيش الحاجه اللي مبقى واقفه في الكوزينه بزاف. المهم هكا كان الطبق ديالنا ديال اليوم.
وصلتي معايا اختي في الفيديو حتى لهنا، ما تنسينيش بواحد اللايك، تبارطاجي القناه ديالتي مع الاصدقاء والحباب ديالكم، تخليو لي تعليق اللي تيفرحني نجي نشارك معكم وصفات او الاقتراحات اللي كندير لوليداتي فاش كنبغي نديرهم نصورهم لكم ونشاركهم معكم. المهم نهز معكم واحد المعلقه باش تشوفوا تجي بنينه بنينه لواحد الدرجه ما نقول لكمش، احسن داكشي ديال الزنقه كتعرفي شنو تاكلي. المهم نتمنى ان الفيديو ديالي اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربيها بهذه الطريقه ديالي اللي سهله وبسيطه. بايلا ما بايلا المهم سميوها اللي بغيتو، سميوها ابلي بالحوت ولا فككت له حي ولا شي حاجه بحال هكذا. المهم باقي نزيد نشارك معكم وصفات ان شاء الله اللي تكون سهله وكتجي رائعه من طبيعه الحال. تبعتي الفيديو بالطريقه اللي وريتك والله تيخرج لك كيف تتبان لك. وكيف ما كيقول لي بعض اخواتنا وتبعوا واش داروا الوصفات، جربوا الوصفات ديالو صدقوا ليهم وفرحوني التعليق ديالهم بزاف بزاف بزاف. المهم نتمنى هاد الوصفه تجربوها يا اما بابلي يا اما بالرز، المهم اللي بغيتو اللي متوفر عندكم كتجي غزاله. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات، خليو لي تعليق اللي تيفرحني، نزيد نشارك معكم وصفات وشاركوا القناه ديالتي مع الاصدقاء والحباب ديالكم. بارطاجيو القناه ديالي حتى انا علاش لا تكبر بطبيعه الحال كانت كتعجبكم. وخليتكم في امان الله. شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم، والتقينا في فيديو اخر ان شاء الله. كنحبكم في الله. باي باي عليكم.